سيداتي آنساتي سادتي، سوف نقدم لكم الآن مشهد من مسرحية المهزلة الأرضية، تأليف وإخراج يوسف إدريس. الآن يفتتح الستار والمشهد يتألف. قول لي يا مرزوق. اتفضل يا دكتور. ايه اللي عندك مجننك؟ الشمس يا دكتور. الشمس؟ شمس ولا عين شمس؟ لا الشمس. مالها الشمس يعني؟ بتطلع كل يوم. ايه المشكلة يعني؟ لا مش طبيعي، وإلا تقدر تقول لي ليه الشمس تطلع كل يوم؟ خلاص يا عم، بتطلع يعني كل يوم، ايه المشكلة يعني؟ وده اللي مجنني، كل ما الشمس بتطلع يا دكتور الناس بتتغير وبتتشاجر وبتتخانق، والمحاكم بتفتح والأقسام بتفتح والمشاكل تزيد، وده في حد ذاته حاجة تجنن. مش مهم، انا هسألك سؤال تاني يا مرزوق. النهاردة السبت. لا يا دكتور، امبارح كان السبت يبقى النهارده الحد. زي ما قال، امبارح كان السبت يبقى النهاردة ايه؟ مش محتاجة تفكير، السبت برضو. سبت ازاي يا ابني؟ بقولك امبارح كان السبت يبقى النهاردة ايه؟ وانا بقولك النهاردة السبت. طب خلاص، لو النهاردة السبت يبقى بكرة ايه؟ برضو السبت. طيب امبارح كان السبت والنهاردة السبت وبكرة السبت، الحد هيجي امتى؟ الحد يا دكتور مش بيتغير بتغيير ورقة نتيجة بنقطعها او بعدد ساعات بنعديه. التغيير لو ما كانش تغيير في حياتنا بشكل جذري يبقى احنا ما اتغيرناش. الحد يجي يا دكتور لما المواصلات تبقى رايقة، لما المرتب يكفي الموظف، لما المشاكل تتحل، لما اللي في رابع غرف داهية، لما الدنيا تبقى احلى، يجي الحد يا دكتور. يا جماعة، هو الراجل ده مجنون ولا عاقل؟ ولو هو عاقل مين المجنون؟ ولو هو مجنون مين العاقل؟ يا جماعة، المشهد دوت من مسرحية المهزلة الأرضية كان بيوضح فكرة ان احنا ما بنتقدمش، ما بنتغيرش. احنا عمرنا ما قسنا ان احنا بنتغير. او رئيس زي اللي فات، برضو فساد زي ما هو، ناس زي ما هي، عمرنا ما هنتغير غير لما قال في المشهد بتاعنا يا جماعة يعني نفسنا نتغير. شوفوا الحلقة الجاية. اتفضل من غير مطرود، وياك تتجنن ونعود، ده الداخل عندنا